بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نكمل مع بعض حل أسئلة على الدرس الثاني من الوحدة الأولى من مادة الجغرافيا، تضاريس العالم. احنا حلينا مع بعض الجزء الأول من الأسئلة. إن شاء الله النهاردة نكمل مع بعض حل بقية الأسئلة. يا ريت اللي بيتفرج عليا لأول مرة يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات. هنحل مع بعض سؤال بما تفسر. السؤال رقم 7. 1. تعرف هضبة التبت بسقف العالم؟ طبعا هضبة التبت اللي موجودة في قارة آسيا بتعرف بسقف العالم، لأنها طبعا بتعتبر من أعلى هضاب العالم، أعلى هضاب العالم، وبتعرف بسقف العالم بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. يبقى بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. طيب السؤال الثاني. بما تفسر تفقد أنهار أوب وينسي ولينا أهميتها الاقتصادية في فصل الشتاء؟ طبعا احنا عارفين ان انهار اوب وينسي ولينا دي انهار اللي بتجري في سهول سيبيريا في قارة اسيا. هذه الانهار بتنبع من الجنوب وبتصب في المحيط القطبي الشمالي، وهنلاقيها انها بتتجمد في فصل الشتاء، لذلك بتفقد اهميتها الاقتصادية. طيب السؤال رقم 3. بما تفسر تتميز السهول الساحلية بقارة افريقيا بشكل عام بالضيق؟ طبعا ده بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل. يبقى تتميز السهول الساحلية بقارة أفريقيا بشكل عام بالضيق، ده بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل. السؤال رقم 4. أهمية هضبتي الحبشة والبحيرات الاستوائية لمصر؟ طبعا لأن روافد نهر النيل بتنبع منهما، روافد نهر النيل بتنبع من هضبتي الحبشة والبحيرات الاستوائية. السؤال رقم 5. بما تفسر سهولة إنشاء الموانئ بالسهول الساحلية في قارة أوروبا؟ ده طبعا بسبب اتساع وتعرج سواحلها وكثرة الجزر بها، ده أدى إلى إنشاء الموانئ الطبيعية بقارة أوروبا. طيب السؤال رقم 6. بما تفسر ضيق السهول الساحلية في غرب قارة أمريكا الجنوبية؟ طبعا غرب قارة أمريكا الجنوبية بيوجد جبال الإنديز، يبقى بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي، ده أدى إلى ضيق السواحل ضيق السهول الساحلية في غرب قارة أمريكا الجنوبية. طيب السؤال رقم 7. بما تفسر أهمية السهل الأوروبي العظيم؟ طبعا السهل الأوروبي العظيم ده موجود في قارة أوروبا، ده يعتبر من السهول الفيضية. أهميته: 1. بيتكون معظمه من رواسب طينية تمثل تربة جيدة صالحة للزراعة كونتها الأنهار. تاني نقطة: يوجد به المدن الأوروبية الرئيسية مثل مدينة باريس وبرلين. يبقى بيوجد به المدن الأوروبية الرئيسية مثل مدينة باريس ومدينة برلين. طيب السؤال رقم 8. حدد الأثر الناتج عن اقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي بقارة أستراليا؟ ده طبعا ترتب على ذلك ضيق السهول الساحلية الشرقية لقارة أستراليا المطلة على المحيط الهادي. يبقى اقتراب أي جبال من المحيط ده بيؤدي إلى بيترتب عليه ضيق السهول الساحلية اللي بتطل على المحيط واللي بتكون قريبة من الجبال. يبقى حدد الأثر الناتج عن اقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي بقارة أستراليا. ترتب على ذلك ضيق السهول الساحلية الشرقية لاستراليا المطلة على المحيط الهادي. طيب السؤال رقم 9. حدد أوجه التشابه بين 1. تضاريس قارة أمريكا الشمالية وتضاريس قارة أمريكا الجنوبية. يبقى عايز أوجه التشابه بين التضاريس اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية والتضاريس اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية. طبعا قارة أمريكا الشمالية هنلاقي إن في الغرب قارة أمريكا الشمالية بيوجد جبال زي جبال روكي، جبال كاسكيد، جبال سيرا نيفادا. في قارة أمريكا الجنوبية بيوجد في الغرب أيضا جبال زي جبال الإنديز. يبقى هنلاقي وجود جبال بتمتد من الشمال إلى الجنوب في غرب القارتين، زي ما قلنا أهم الجبال الموجودة في قارة أمريكا الشمالية والجبال الموجودة في قارة أمريكا الجنوبية. طيب هنلاقي أيضا بتمتد السهول الفيضية في وسط القارتين. هنلاقي إن بتضيق السهول الساحلية في غرب القارتين لاقتراب الجبال من الساحل. خلاص. بعد كده السؤال الثاني. حدد أوجه التشابه أيضا بين تضاريس قارة أفريقيا وتضاريس قارة أستراليا.
هنلاقي ان بيسود القارتين سواء قارة افريقيا او قارة استراليا، هنلاقي بيسود القارتين المظهر الهضبي، فتشغل الهضاب مساحات واسعة من قارة افريقيا، وتشغل الهضبة الغربية نصف مساحة قارة استراليا. يبقى ده وجه التشابه بين تضاريس قارة افريقيا وتضاريس قارة استراليا. طيب بعد كده سؤال المقارنة، سؤال رقم 10. قارن بين السهول الفيضية في قارة آسيا والسهول الفيضية في قارة أفريقيا. لو بصينا لقارة آسيا هنلاقي إن السهول الفيضية منها سهول سيبيريا، هي سهول واسعة بتجري فيها أنهار زي نهر أوب ونهر ينسي ونهر لينا، اللي بتنبع من الجنوب وبتصب في المحيط القطبي الشمالي، وهنلاقيها بتتجمد في فصل الشتاء، لذلك بتفقد أهميتها الاقتصادية. هنلاقي أيضا في سهول زي سهول منشوريا، في سهول شرق الصين اللي بتجري فيها عدة أنهار أهمها نهر اليانجيتسي. كمان في سهول نهري دجلة والفرات اللذان يصبان في الخليج العربي، وفي سهول نهر السند الذي يصب في البحر العربي ومنه إلى المحيط الهندي. يبقى دي أهم السهول الفيضية اللي في قارة آسيا. بالنسبة بقى للسهول الفيضية اللي موجودة في قارة أفريقيا، هنلاقي أهم السهول الفيضية أنها بتتميز بجودة التربة وصلاحيتها للزراعة. من أمثلتها سهول حوض نهر النيل في مصر وجمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، اللي طبعا بيصب في البحر المتوسط. يبقى نهر النيل اللي بيصب في البحر المتوسط. هنلاقي أيضا سهول حوض نهر النيجر الذي يصب في خليج غينيا، وسهول حوض نهر الكونغو الذي يصب في المحيط الأطلنطي. يبقى دي مقارنة بين أهم السهول الفيضية في قارة آسيا وأهم السهول الفيضية في قارة أفريقيا. طيب بعد كده تاني مقارنة معانا مقارنة بين الهضاب في أفريقيا والهضاب في قارة أمريكا الجنوبية. طيب لو اتكلمنا عن أهم الهضاب اللي موجودة في قارة أفريقيا، هنلاقي الهضاب بيسود المظهر الهضبي سطح قارة أفريقيا، حيث بتشغل الهضاب مساحات واسعة بها، واللي بتمتد في شمال القارة هنلاقي هضاب الصحراء الكبرى، منها هضبتي الصحراء الشرقية والغربية في مصر. وهنلاقي في وسط القارة هضبة البحيرات الاستوائية، في شرق القارة هضبة الحبشة، هضبة اللي هي هضبة اثيوبيا. طبعا هضبة البحيرات الاستوائية زي ما قلنا، وهضبة الحبشة اللي بينبع منهما روافد نهر النيل. هنلاقي بقى في جنوب قارة أفريقيا هضبة جنوب أفريقيا اللي بيجري بها نهر أورانج وليمبوبو. ده بالنسبة للهضاب في قارة أفريقيا. طيب لو اتكلمنا عن الهضاب في قارة أمريكا الجنوبية، هنلاقي الهضاب بتقصر الهضاب شرق جبال الإنديز. يبقى الهضاب في قارة أمريكا الجنوبية بتقصر الهضاب شرق جبال الإنديز، منها هضبة جيانا اللي موجودة في شمال القارة، هضبة البرازيل اللي بتكون أكبر هضاب القارة وأكثرها ارتفاعا. هنلاقي في شرق القارة دي موجودة طبعا هضبة البرازيل في شرق القارة. بعد كده هضبة باتاجونيا اللي بتكون أصغر هضاب القارة مساحة اللي موجودة في جنوب القارة. يبقى دي مقارنة بين الهضاب في قارة أفريقيا وأهم الهضاب اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية. طيب تالت مقارنة معانا، قارن بين الجبال في أمريكا الشمالية والجبال في أمريكا الجنوبية. الجبال في أمريكا الشمالية هنلاقي سلاسل جبال الأبلاش اللي موجودة في شرق القارة، سلاسل جبال روكي اللي موجودة في غرب القارة اللي بتكون أعلى جبال القارة. يبقى جبال روكي بتكون أعلى جبال القارة، بيغطي قممها الجليد في فصل الشتاء. ده بالنسبة لقارة أمريكا الشمالية. بالنسبة للجبال في قارة أمريكا الجنوبية هنلاقي سلاسل جبال الإنديز، بتكون سلاسل جبال مرتفعة بتوجد في غرب القارة قرب سواحل المحيط الهادي، وبتمتد من الشمال حتى الأطراف الجنوبية للقارة. طبعا الجبال في قارة أمريكا الشمالية وفي قارة أمريكا الجنوبية هما الاثنين هنلاقي الجبال بتمتد من الشمال إلى الجنوب في القارتين، غرب القارتين. طيب بعد كده سؤال رقم 4، طبعا سؤال المقارنة بردك، قارن بين قارة أوروبا وقارة أستراليا من حيث السهول الساحلية وأهم الأنهار. طيب قارة أوروبا السهول الساحلية هنلاقيها بتمتد على سواحل المحيط الأطلنطي والبحر البلطي وبحر الشمال في الغرب والشمال الغربي. هنلاقي أيضا سواحل البحر المتوسط في الجنوب
بتتميز باتساعها وتعرجها مما أدى إلى إنشاء الموانئ بها. أهم الأنهار في قارة أوروبا نهر الفولجا أطول أنهار أوروبا ويصب في بحر قزوين. نهر الراين اللي بيصب في بحر الشمال. نهر الدانوب اللي بيصب في البحر الأسود. يبقى دي أهم السهول الساحلية في قارة أوروبا. طيب قارة أستراليا السهول الساحلية هنلاقيها بتتسع في الشمال والغرب والجنوب وبتضيق في الشرق بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من المحيط الهادي. وأهم الأنهار نهر ميري ودارلينج اللذان يصبان في الخليج الأسترالي الكبير. يبقى دي المقارنة بين أهم السهول الساحلية وأهم الأنهار اللي موجودة في قارة أوروبا وقارة أستراليا. طيب بعد كده السؤال رقم 11، ماذا يحدث إذا تشابهت السهول الساحلية بقارة أفريقيا مع السهول الساحلية بقارة أوروبا؟ طبعا أصبحت السهول الساحلية بقارة أفريقيا متسعة ومتعرجة وأدى ذلك إلى إنشاء الموانئ بها زي طبعا قارة أوروبا. طيب السؤال الثاني، ماذا يحدث إذا كانت جبال الإنديز بعيدة عن ساحل المحيط الهادي؟ طبعا لأصبحت السهول الساحلية الغربية المطلة على المحيط الهادي متسعة في قارة أمريكا الجنوبية. ده السؤال رقم 11. طيب السؤال رقم 12، ما العلاقة بين نهر النيل وهضاب شرق ووسط أفريقيا؟ طبعا هنلاقي ان بتنبع روافد نهر النيل من هضبة الحبشة هضبة اثيوبيا اللي هي ممتدة في شرق القارة، وهضبة البحيرات الاستوائية الممتدة في وسط القارة. يبقى دي العلاقة بين نهر النيل وهضاب شرق ووسط افريقيا اللي بتنبع منهما طبعا روافد نهر النيل زي هضبة الحبشة اللي هي هضبة اثيوبيا اللي بتكون ممتدة في شرق القارة، وهضبة البحيرات الاستوائية الممتدة في وسط القارة. طيب بعد كده معانا أسئلة التميز. السؤال رقم 13، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1، تخلو القارة الأفريقية من وجود مناطق مشابهة لما في الصورة المقابلة في السواحل اللي بتكون مطلة على، يبقى بتخلو قارة أفريقيا من وجود مناطق مشابهة لها زي الصورة دي طبعا في البحر الأحمر. طيب السؤال رقم 2، توجد أعلى نقطة من اليابس في الركن نقط من الكرة الأرضية. الركن الشمالي الشرقي ولا الركن الشمالي الغربي ولا الجنوبي الشرقي ولا الجنوبي الغربي؟ طبعا احنا عرفنا الركن الشمالي الشرقي من الكرة الأرضية ده بيكون في قارة آسيا. طبعا قارة آسيا اللي بيوجد بها أعلى جبال العالم اللي هي جبال الهيمالايا اللي بيكون بها قمة إيفرست اللي بتكون أعلى قمة جبلية في العالم اللي بيبلغ ارتفاعها 8848 متر تقريبا. يبقى توجد أعلى نقطة من اليابس في الركن الشمالي الشرقي من الكرة الأرضية، طبعا اللي موجود بها قارة آسيا اللي فيها أعلى جبال في العالم اللي هي طبعا جبال الهيمالايا اللي فيها قمة إيفرست أعلى قمة جبلية في العالم. طيب السؤال رقم 3، تعد سهول حوض نهر الأمازون أوسع سهول نهرية في العالم بسبب طول النهر ولا شدة انحداره ولا تعدد روافده ولا انتشار الغابات؟ طبعا بسبب تعدد روافده. السؤال رقم 4، من الهضاب الملاصقة للجبال هضبتي جايب التبت والميزيتا، جايب جيانا والليبرادور، جايب البرازيل والمكسيك، جايب الدقن وليبرادور. طبعا هضبة التبت والميزيتا طبعا هضبة التبت بنلاقيها ملاصقة لجبال الهيمالايا في قارة آسيا. هضبة الميزيتا هنلاقيها ملاصقة لجبال البرانس في قارة أوروبا. يبقى هنختار هضبة التبت وهضبة الميزيتا. طيب السؤال رقم 5، يرجع السبب الأساسي في اختلاف أهمية السهول الفيضية من قارة لأخرى ده بسبب طبعا المناخ السائد. سؤال رقم 6، السهول الفيضية الشمالية في قارة آسيا تتشابه مع السهول الفيضية الشمالية لقارة ايه؟ جايب قارة أمريكا الشمالية، قارة أمريكا الجنوبية، قارة أفريقيا، قارة أستراليا. طبعا هنلاقي السهول الفيضية الشمالية في قارة آسيا بتتشابه مع السهول الفيضية الشمالية اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية. هنلاقي طبعا السهول الفيضية في قارة آسيا
زي سهول سيبيريا، وهي طبعا سهول واسعة بتجري فيها أنهار زي نهر أوب ونهر ينسي ونهر لينا، بتنبع من الجنوب وبتصب في المحيط القطبي الشمالي. هنلاقيها بتتجمد في فصل الشتاء، لذلك بتفقد أهميتها الاقتصادية. كمان هنلاقي بقى السهول الفيضية في قارة أمريكا الشمالية، هنلاقيها بتمتد أيضا من المحيط القطبي الشمالي شمالا إلى خليج المكسيك جنوبا، تمتد من الشمال إلى الجنوب، وبتتسع في وسط أمريكا الشمالية إلى الشرق من جبال روكي، وبيغطي الجليد أطرافها الشمالية. أهم السهول أهم السهول اللي موجودة بيها، هنلاقي سهول نهر نيلسون اللي بتصب في خليج هيديسون، سهول سانت لورانس اللي بتصب في خليج سانت لورانس، سهول نهر الميسيسيبي اللي بيصب في خليج المكسيك. يبقى هنلاقي السهول الفيضية الشمالية في قارة آسيا بتتشابه مع السهول الفيضية الشمالية في قارة أمريكا الشمالية. سؤال رقم 7: أي من الجبال التالية يوجد شرقها العديد من الهضاب؟ جبال الإنديز طبعا في قارة أمريكا الجنوبية. السؤال رقم 8: الجبال التي تنتمي سفوحها الشرقية لقارة بينما تنتمي سفوحها الغربية لقارة أخرى. جبال جايبة الهيمالايا، الإنديز، روكي، أورال. طبعا جبال أورال اللي بتفصل جبال أورال اللي بتفصل بين قارة آسيا وقارة أوروبا. بعد كده السؤال رقم 14: دلل جغرافيا على صحة العبارة تتميز قارة آسيا بظواهر تضاريسية تميزها عن باقي قارات العالم. طبعا قارة آسيا زي ما قلنا بيوجد بها أعلى جبال في العالم، ومنها جبال الهيمالايا التي بها أعلى قمة جبلية في العالم وهي قمة إيفرست. كمان بيوجد بها أعلى هضاب العالم وهي هضبة التبت والتي تعرف بسقف العالم. كمان يوجد بها أكبر بحر مغلق في العالم وهو بحر قزوين. عشان كده هنلاقي إن قارة آسيا بتتميز بظواهر تضاريسية بتميزها عن باقي قارات العالم. طيب بعد كده السؤال رقم 15: يبقى ماذا يحدث إذا كان انحدار هضبتي الحبشة والبحيرات الاستوائية نحو الجنوب؟ طبعا لن ينحدر نهر النيل نحو مصر، ولم تصبح لهضبتي الحبشة والبحيرات الاستوائية أهمية بالنسبة لمصر، لأن نهر النيل طبعا بيستمد مياهه من هضبتي الحبشة والبحيرات الاستوائية. طيب السؤال رقم 16: ما وجه الشبه بين نهر الميسيسيبي ونهر ميري ودارلينج من حيث الانحدار والمصب؟ نهر الميسيسيبي الانحدار بينحدر نحو الجنوب في قارة أمريكا الشمالية. طبعا نهر الميسيسيبي احنا عارفين ان هو في قارة أمريكا الشمالية، هنلاقيه بينحدر نحو الجنوب. المصب: نهر الميسيسيبي بيصب في خليج المكسيك. طيب لو بصينا لنهر ميري ودارلينج هنلاقيهم ان هما موجودين في قارة استراليا، بينحدر نحو الجنوب. المصب بيصبان في الخليج الأسترالي الكبير. يبقى ده وجه الشبه بين نهر الميسيسيبي ونهر ميري ودارلينج. طيب بعد كده السؤال رقم 17: ما وجه التناقض بين السهول الساحلية في قارة أوروبا وقارة أفريقيا؟ يبقى السهول الساحلية في قارة أوروبا وقارة أفريقيا، عايز بقى مش وجه التشابه، عايز وجه التناقض، يعني بيتناقضوا في إيه؟ هنلاقي السهول الساحلية في قارة أوروبا سهول متسعة ومتعرجة مما ساعد على إنشاء الموانئ بها، بينما السهول الساحلية في قارة أفريقيا بتكون سهول ضيقة بصفة عامة بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل، ولكنها بتتسع عند مصبات الأنهار، كما تتميز بالاستقامة وعدم طبعا التعرج في أغلبها. طيب بعد كده عندنا امتحان على الدرس الثاني. أول سؤال الخريطة. طبعا دي خريطة العالم، قارات العالم: قارة آسيا، قارة أوروبا، قارة أفريقيا، قارة أستراليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة القطبية الجنوبية، انتاركتيكا. طيب أمامك خريطة للعالم، لاحظها ثم أجب. 1: المحيط الأطلنطي يمثله على الخريطة رقم كام؟ المحيط الأطلنطي. طبعا هنا المحيط الأطلنطي اللي بيوجد شرق أمريكا الشمالية وشرق أمريكا الجنوبية، بيوجد غرب قارة أفريقيا، يبقى هنا ده المحيط الأطلنطي رقم 6. 2: هضبة الدقن بيمثلها على الخريطة رقم كام؟ هضبة الدقن طبعا موجودة في قارة آسيا، هنا في الجنوب، يبقى هنا رقم 4 دي هضبة الدقن. طيب 3: جبال روكي يمثلها على الخريطة رقم كام؟ طبعا جبال روكي موجودة في
قارة أمريكا الشمالية في الغرب من قارة أمريكا الشمالية، يبقى رقم 5. طيب نهر دجلة والفرات يمثلهما على الخريطة رقم كام؟ طبعا نهر دجلة والفرات موجودين في قارة آسيا. هنا طبعا نهر دجلة والفرات اللي بيصبوا في الخليج العربي. طيب بعد كده سؤال رقم ب، دلل جغرافيا على صحة العبارة التالية: تضم قارة أفريقيا الأنواع الرئيسية للسهول. طبعا احنا عارفين ان قارة أفريقيا بيوجد بها سهول ساحلية وسهول فيضية وسهول صحراوية رملية. طيب بيوجد بها سهول ساحلية بتمتد على طول سواحل البحرين المتوسط والأحمر والمحيطين الأطلنطي والهندي التي تحيط بالقارة. بيوجد بها سهول فيضية مثل سهول حوض نهر النيل ونهر النيجر ونهر الكونغو. كمان يوجد بها سهول صحراوية رملية والتي تنتشر في الصحراء الكبرى مثل السهل الممتد بين مصر وليبيا اللي بيعرف بسهل كلينشو في ليبيا، وبحر الرمال العظيم في مصر، وكمان سهول صحراء كالهاري جنوب القارة. خلاص. طيب بعد كده سؤال رقم ج، صنف الظواهر الجغرافية الآتية حسب نوعها وفي أي القارات تقع كل منها. طبعا هضبة المزيتا، أول حاجة المزيتا دي طبعا هضبة أو المزيتا دي هضبة موجودة في قارة أوروبا. الإنديز دي طبعا جبال موجودة في قارة أمريكا الجنوبية. دارلينج ده نهر موجود في قارة أستراليا. النيجر نهر موجود في قارة أفريقيا. خلاص، يبقى ده السؤال ج. طيب السؤال رقم 2، اختار الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1، العامل المؤثر في انخفاض القيمة الاقتصادية لأنهار سهول سيبيريا يتمثل في المناخ. طبعا احنا عارفين أنهار سهول سيبيريا نهر أوب، نهر لينا، نهر ينسي اللي بتصب في المحيط القطبي الشمالي، وبنلاقيها بتتجمد في فصل الشتاء، لذلك بتفقد أهميتها الاقتصادية. يبقى المناخ هو اللي بيتحكم في انخفاض القيمة الاقتصادية لأنهار سهول سيبيريا. طيب 2، تمتد جبال نقط في شبه جزيرة البلقان. طبعا جبال الألب الدينارية اللي بتمتد في شبه جزيرة البلقان. 3، تضييق السهول الساحلية بقارة أستراليا في الشرق طبعا بسبب وجود جبال الحاجز الكبير. 4، أي من الهضاب الآتية تعد أكبر هضاب أمريكا الجنوبية مساحة وأكثرها ارتفاعا؟ طبعا هضبة البرازيل. ب، حدد مصب كل نهر من النهرين الآتيين. نهر الفولجا طبعا بيصب في بحر قزوين. نهر نيلسون بيصب في خليج هيدسون. سؤال رقم ج، حدد مدى مصداقية العبارة التالية: تمتلك قارة آسيا سهول ساحلية داخلية. طبعا العبارة صادقة، حيث يوجد بقارة آسيا بيوجد بها أكبر بحر داخلي مغلق في العالم وهو بحر قزوين. طيب كده احنا نكون خلصنا مع بعض حل الأسئلة على الدرس الثاني تضاريس العالم، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. كانت معكم مس أماني علي. تابعوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.